السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا النهاردة بعض الاشكال والافكار من الدلايات اللي احنا بنشتريها، بتبقى فيها حلقات من تحت فاضية وبنبقى يعني مش عارفين نعملها ازاي، او ايه هي الافكار اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نعمل منها شكل كويس. ممكن احنا نستخدمها كدلاية لسلسلة، او دلاية او كدلاية ان احنا نستخدمها كحلق. في بعض الاشكال كتير احنا بنشتريها، زي الاشكال اللي قلت لكم في فيديو المشتريات، بيبقى ليها فتحات من تحت كتيره، سواء 3 فتحات او 4 فتحات او فتحات كتيره، زي الشكل ده. زي الشكل ده كده بيبقى فيه فتحات. الشكل ده بيكون فيه فتحات من تحت كده، فاحنا برضو بنبقى عايزين نعرف نعمل ايه في الفتحات. ممكن نحط كريستال، ممكن نحط فيروز، ممكن نحط اشكال من اللي هي معادن صغيره. في برضو بعض الاشكال زي الشكل ده برضو اهو، اللي هو قطعه من المعدن وفيها فتحات من تحت بالشكل ده كده. دي برضو دلايه. ممكن ان احنا يبقى في افكار كتيره ازاي نستخدم الكريستال لما نيجي او اي خرز، ازاي ان احنا نستخدمه ونحطه بشكل كويس في الدلايه بحيث ان هو يدينا شكل كويس. في برضو شكل تاني اللي هو الشكل ده. الشكل ده برضو بيبقى فيه فتحات من دورين كده، دورين فتحات من في وجزء كمان فوق، يعني 3 قطع، 3 فتحات او 3 ادوار. فاحنا بنشوف ازاي نعملها بحيث ان هي تدينا شكل كويس كحلق وكدلايه. في برضو اشكال صغيره شويه يعني من المعدن، بيكون فيها برضو الفتحات بتاعتها زي الاشكال دي كده. الفتحات بتاعتها بتكون قليله، يعني 3 فتحات بس بالشكل ده. فاحنا بنبقى عايزين نعرف ايه هي الافكار اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نعمل منها دلايه لسلسله، او ممكن احنا نستخدم الاشكال دي ان احنا نعملها في الحلق. في برضو اشكال تانية، دي كلها اشكال المعادن اللي انا وريتها لكم في فيديو المشتريات قبل كده، بحيث ان احنا زي الشكل ده كده. الشكل ده اللي هو عامل زي ما يكون برواز كده، وفي فتحات من تحت، 3 فتحات من تحت وفي فتحة من فوق بالشكل ده. برضو احنا بنبقى عايزين نعرف ازاي ان احنا نعملها كدلاية. لو احنا قلنا مثلا الشكل ده لو احنا عايزين نعمله نحط فيه كريستال، بيبقى شكله ايه؟ او ممكن ايه هي الافكار احنا ممكن نستخدم كريستال فيها. ممكن ان احنا نستخدم الكريستال اللي هو اصغر مقاس، اللي هو كريستال اللي انا قلت لكم عليه، اللي احنا بنجيبه صغير خالص ده. ممكن نستخدمه بالشكل ده. ده برضو كريستال اصغر مقاس، استخدمناه في المسامير وحطيناه في كل فتحة من الفتحات الموجودة في الدور التاني، يعني ده دور اول وتاني، والقطعة اللي فوق كل ده عملناه سادة باللون اللي هو اخضر ده، اللي احنا ممكن نستخدمها كدلاية لسلسلة، او ممكن نستخدمها لحلق. شكلها حلو برضو قوي وشكلها شيك، واحنا نستخدمها استخدامات كتير. ده شكل الكريستال بعد احنا ما حطيناه في الدلاية دي بالشكل ده. ممكن برضو ان احنا نحط لون تاني زي اللون اللي هو الاصفر بالشكل ده كده. ده اللون الاصفر، حطينا فيه كريستال الصغير برضو، في حطيناه في المسمار، وبعد كده حطيناه في كل الفتحات اللي موجودة معانا بالشكل ده، وحطيناه كله سادة بالشكل ده كده. احنا ممكن نستخدم الشكل ده ان احنا نعمله في سلسلة، او ممكن نعمله حلق. في برضو معانا الشكل ده اللي هو الكريستال اللي انا قلت لكم، اللي هو جزء منه بيبقى الحبايه بتاعته نصين، نص لون، يعني فيها لونين او درجتين من الالوان. ديت الخرزيه بتاعتها نصها ابيض ونصها او فضي، والنص التاني بيعتبر رصاصي. برضو ممكن ان احنا نعملها كلها بالشكل الساده ده. برضو ده شكلها بعد احنا حطينا فيها الكريستال الصغير خالص. الكريستال الصغير ده بيبقى شكله حلو جدا وشيك لما نستخدمه في الدلايات. ممكن نعمله اللون الاسود زي الشكل ده كده. ده لون اسود بيبقى شكله حلو جدا وشيك. وطبعا لو احنا عايزين نعمله حلق، بنعمل طبعا جزئين نفس الشكل،
ونفس المقاس بحيث ان هو يكون قطعتين للحلق. ممكن نعمل جميع الالوان، ممكن برضو نعمل اللون اللي هو احمر اللي هو بالشكل ده كده. ديت برضو الكريستالة اللي هي نصين، نصها احمر والنص التاني عامل زي ما يكون ازرق بالشكل ده كده. في بقى دي برضو اشكال كتيرة متكررة ممكن نعملها ملونة، يعني ممكن نعمل كل فتحة بلون كريستال بالشكل ده كده، بتبقى ملونة كده، بيبقى شكلها حلو جدا برضو شيك بالشكل ده. يعني كل حباية بتبقى مختلفة عن الحباية التانية بحيث ان هو يكون الكريستال ملون، بتدينا الشكل ده في النهاية، بيبقى شكله حلو برضو وشكله شيك. تمام. ممكن نعمل برضو شكل تاني، لو احنا عندنا الشكل ده شكل برضو جديد من المعدن، بيبقى فيه فتحة في النص صغيرة كده، ممكن ان احنا نعمل فيها كريستالة بالشكل ده كده، واحنا ممكن نستخدمه كحلق، او احنا ممكن نستخدمها كسلسلة او كدلاية في سلسلة. ممكن نحط كل الالوان بقى، يعني احنا حاطين مثلا كريستالة صفراء، دي كريستالة كمثرى اللي هو مخضر كده، ده لون يعني ممكن يكون اخضر، برضو شكله حلو وشيك جدا في اللبس. وممكن ان احنا نستخدمها دلاية وممكن نستخدمها كحلق. فاحنا بنستخدم كل انواع الكريستال وكل الالوان بتاعه بحيث ان احنا نشكل، يبقى عندنا مجموعة من الاشكال. برضو ممكن نستخدم الكريستالة الزرقاء دي كمثرى، كل الكريستال ده الكمثرى. ممكن نحط برضو فيروز او ممكن نحط اشكال تانية، فانا حبيت اوريكم لو احنا استخدمنا الكريستال الكمثرى بيبقى ايه الشكل النهائي ليه، وايه لو احنا استخدمنا الكريستال الصغير بيبقى شكله ايه برضو. الحاجات دي كلها ممكن نستخدمها، طبعا دي كلها اشكال بقى يعني متكررة بنفس الشكل اللي هو حاطين في النص كريستالة كمثرى. في اشكال تانية برضو كبيرة شوية زي الشكل ده كده، الشكل ده برضو اهو ممكن ان احنا برضو نحط فيه الكريستال كله بنفس اللون بالشكل ده كده، او احنا ممكن نحط الوان تانية، يعني احنا ممكن نشكل، فاحنا ممكن نحط مرة اسود، نحط يعني تداخل الالوان، والالوان ده بيبقى ذوقنا احنا، لكن احنا طبعا اللون الاسود لازم يكون موجود عندنا، بيبقى حلو في الدلاية او في الحلق. فاحنا بنستخدم جميع انواع او اشكال الكريستال والوانه في الدلايه من تحت. الكريستال الصغير ده بقى حلو جدا وشيك، وانا بحب ان انا احطه في الدلايه، بيديها شكل رقيق احسن من الاشكال او المقاس الاكبر. في برضو اشكال تانية، يعني احنا قلنا برضو على الاسود، وقلنا احنا ممكن نحط الوان تانية كتير، ده اللي هو اللون الاحمر، برضو ممكن نحط اللون الاحمر بالشكل ده كده. برضو دي الدلايه دي ممكن ان احنا نستخدمها في الحلق، او احنا ممكن نستخدمها كدلايه للسلسله. في اشكال تانية برضو ان هو ممكن نحط اشكال ملونة بالشكل ده كده، زي الشكل اللي فات ان احنا ممكن نعمله ملون بالشكل ده، برضو شكله حلو جدا ورقيق. يعني بيبقى حاطين الوان كريستال حلوة مع بعضها كده. ممكن نحط مثلا اللي هي الكريستال اللي هي الحباية نفسها او الخرزية نفسها بتبقى جزئين او لونين، ممكن نحط منها نشكل منها بنفس الشكل كده، يعني ممكن نحط فردي جنبه احمر ويدينا الشكل ده برضو شكلها حلو جدا ورقيق، والكريستال الصغير مديها شياكة. ده بالنسبة للشكل ده. بعض الاشكال التانية برضو ان احنا بنجيبها في المعادن او ان احنا بنشوفها قدامنا بنبقى مش عارفين نعملها ازاي، احنا ممكن نستخدمها بالشكل ده كده. طبعا دي قطعة معدن برضو فيها فتحة كده، فالفتحة الصغيرة دي يعني ممكن نحط فيها قطعة من المعدن، او ممكن نحط فيها الكريستالة الصغيرة دي، بتديها شكل حلو جدا وشيك. في اللي هو الشكل ده اللي هو صغير خالص ده، برضو الشكل ده ينفع، يعني هو ينفع حلق، فاحنا برضو ممكن ان احنا نحط فيه الكريستال ده، يعني بيديله شكل كويس. وممكن نعمله بقى كريستال ملون او ممكن نعمله سادة، يعني ممكن نعمله اسود مثلا بالشكل ده كده، بحيث ان احنا نشكل يبقى عندنا درجات الوان في من الكريستال، يبقى عندنا جميع انواع الكريستال كالوان مختلفة، ان احنا لما نيجي نعمل الشغل يبقى عندنا شغل مختلف، ما يبقاش كله. طب احنا لو احنا استخدمنا الكريستالة الكمثرى ممكن نستخدم الكريستالة الكمثرى بالشكل ده كده مع الجزء ده كده، وممكن ان احنا نستخدمه في حلق.
ده ممكن ان احنا نستخدمه في حلق. ممكن دلاية للسلسلة برضو، بس هو كشكله يمشي حلق احسن، ويبقى شكله في الحلق يكون احسن. في برضو الكريستالة اللي هي انا وريتها لكم قبل كده في فيديو المشتريات، اللي هي كانت ذهبي. ده المقاس الاكبر شويه، برضو احنا ممكن نشغله للناس اللي هي بتحب الاشكال الكبيره شويه. يعني في ناس بتحب الحاجه تبقى كبيره شويه، الخرز كبير بيكون واضح، فاحنا ممكن نستخدم الخرزه الكبيره دي برضو كشكل من الاشكال. اللون الذهبي حلو جدا. ده اللون الفضي اللي هو المقاس الصغير خالص، ده اللون الفضي برضو. اللون الفضي ده حلو وشكله شيك ويمشي على حاجات كتيرة. يعني لو احنا استخدمناها دلاية يعني يبقى مميز وشكله حلو، واحنا برضو ممكن نستخدمها كحلقة. دي كلها نفس الاشكال، واحنا بقى بنحط خرز او بنحط الكريستال ملون بطريقة يعني بنشكل في الكريستالة نفسها. ممكن نحطها اسود او ممكن نحطها اي لون من الالوان. ممكن نحطها المقاس اللي هو 4 او ممكن نحط مقاس 6. تمام. لكن طبعا مقاس 8 هيبقى كبير، ومقاس 10 برضو، فهو مقاس 4 ومقاس 6. ويعني يكون مقاس اصغر مقاس بيكون احسن شكل فيهم وارق شكل فيهم لو احنا استخدمنا الفتحات دي في ان احنا نستخدم فيها الكريستال. في شكل تاني برضو احنا ممكن ان احنا نحط فيه كريستال من المعادن اللي هي بيبقى لها فتحات زي الشكل ده كده، برضو لها 3 فتحات من تحت. فاحنا ممكن نحط كريستال ملون بالشكل ده، او ممكن نحط كريستال ساده زي الشكل ده كده. ده برضو الكريستالة اللي هي فيها لونين، ممكن نحطها بالشكل ده كده، اللي هما يكونوا 3 كريستالات زي بعض في اللون، او ممكن يكونوا مختلفين. في شكل تاني برضو اللي هو الشكل ده، احنا ممكن برضو نستخدمه كحلق او دلاية، وبنستخدم في الجزء اللي هو الفتحة اللي في النص دي قطعة كريستال من الصغير، ممكن يكون احمر ممكن يكون اسود او اي لون. ده مثلا اللون الاسود. ده كلها افكار للدلايات اللي هي بتبقى فتحات اشكالها ايه، واحنا ممكن نستخدمها ازاي. طب احنا نحط الخرز ازاي؟ طب بعد ما نحط الخرز بقى شكله ايه؟ دي بقى الشكل النهائي ليها، واحنا بنبدأ نوظفها. ممكن نستخدمها في الحلق او ممكن نستخدمها كدلاية لسلسلة. في بعض الاشكال بيبقى شكلها احنا شايفينها تكون حلق احسن، وبعض الاشكال احنا شايفينها ممكن تمشي دلاية لسلسلة في الاردن وتبقى كويسة. بيبقى بقى كل الالوان، ممكن نحط الفضي ممكن نحط الذهبي ممكن نحط اللون الاسود. يعني بنشكل بقى كده واحنا شغالين، بحيث ان احنا يكون عندنا، بحيث ان احنا بنشكل كل الالوان، بحيث ان احنا يكون عندنا القطعة الواحدة فيها تشكيلة في الالوان، ما يبقاش كله نفس الشكل. دي بعض الاشكال اللي انا كنت حبيت اوريها لكم من المعادن اللي هي بتبقى فيها فتحات من تحت، ازاي بنستخدمها وازاي بنحط فيها الكريستال الصغير اللي انا وريته لكم قبل كده. بعد ما نحط الكريستال الشكل النهائي ليه ايه. دي بعض الاشكال من المعادن اللي هي بيبقى ليها فتحات من تحت وشكلها النهائي بعد ما نحط فيها الكريستال اللي هو الصغير او مقاس 4 او مقاس 6، او الكريستالة الكمثرى بكل الوانها ودرجات الوانها. وممكن نعملها سادة او ممكن نعملها ملونة، وده الشكل النهائي ليها بعد ما بتخلص، اللي هي الدلايات اللي بيكون فيها فتحات. واحنا ممكن نوظفها كحلق، او احنا ممكن نستخدمها كدلاية بسلسلة. ده اللي هو بتنفع الاتنين، بس في بعض الاشكال بتنفع ان هي تكون حلق، او افضل لها ان احنا نستخدمها كحلق، بيبقى شكلها لايق في حلق احسن ما يكون دلاية في سلسلة. حبيت اوريكم بعض الافكار وبعض الاشكال من الدلايات اللي احنا بنستخدمها، وازاي بنحط فيها الكريستال، وازاي بيكون شكلها النهائي بعد ما حطينا فيها الكريستال. يعني ممكن نحط فيها معادن او ممكن نحط فيها كريستال، لكن الكريستال بيديها شكل احلى وبينورها كده وبيخليها شكلها حلو. وكمان لو احنا استخدمناها في حلق بتبقى شكلها حلو جدا، وتنفع مناسبة او تنفع في الاستخدام، بتعجب بعض الناس، بتبقى شكلها حلو ومميز وشكلها شيك. ولو استفدتوا من الفيديو اول مرة تتفرجوا على القناة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.